السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. صحتكم كل عام وأنتم بألف خير. اليوم حنتحدث على موضوع مهم جدا لعشاق كرة القدم العربية. بعد الأداء التاريخي والعالمي اللي قدمه المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 بقطر، رايحين اليوم كاين سؤال يطرحه كل عاشق لكرة القدم العربية وكل شخص يحب منتخب بلاده: هل ممكن أنه منتخب عربي يقدم مستوى أحسن من اللي يقدمه المنتخب المغربي، ولا يتقدم في المرحلة؟ يعني المنتخب المغربي فاز بالرتبة الرابعة في كأس العالم، هل ممكن منتخب عربي يفاجئنا ويقدم مستوى أحسن، ويعني يقدم مستوى رائع في بطولة كأس العالم 2026؟ هذا الشيء اللي رايحين نحلوه في فيديو تاع اليوم. رايحين نحللوا كل منتخب ونشوفوا إذا منتخب عربي يقدر يقدم المستوى اللي يقدمه المنتخب المغربي. نبداو بالمنتخب المغربي. المنتخب المغربي فاز في نصف النهائي، يعني أخذ المرتبة الرابعة عالميا، قدم مستوى عالمي في كأس العالم 2022، ولا منتخب عربي قدم هذا المستوى. يعني المنتخب المغربي الآن في هذه البطولة، في بطولة 2026، هل ممكن أنه يقدم نفس المستوى أو أفضل، وأم أنه يعني عنده ضغط هذا المرة وما يقدرش أنه يقدم نفس المستوى؟ هذا الشيء اللي رايحين نشاهدوه في هذه البطولة، مع العلم أنه المنتخب المغربي لديه أسماء عالمية مثل دياز وأشرف حكيمي، عنده لاعبين ممتازين وكذلك مدرب ممتاز. إن شاء الله يعني يقدم مستوى رائع في هذه البطولة ويشرف العرب. نروح للمنتخب المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري عنده في تشكيلة ديالو أسماء عالميين، أسماء لاعبين يلعبوا في أوروبا، وكذلك كاين اللي يلعبوا في السعودية، وكذلك اللي يلعبوا في الدور المحلي. هل سيقدم المنتخب الجزائري مستوى رائع في كأس العالم؟ هذا الشيء اللي رايحين نشاهدوه إن شاء الله. كي نشوفوا الوديات ونشوفوا طريقة لعبه في الوديات، رايحين ناخذوا يعني فكرة إذا رايح يقدم مستوى رائع في بطولة كأس العالم 2026. المنتخب الجزائري اللي غاب على كأس العالم، آخر كأس العالم له كانت في 2014، وقدمت مستوى رائع أمام مباراة عالمية للآن يعني يذكروها، هي مباراته ضد منتخب ألمانيا. المنتخب الجزائري عنده لاعبين اللي يقدروا إن شاء الله يقدموا مستوى رائع، ولما لا نقدروا نتقدموا في البطولة كأس العالم بالتوفيق للمنتخب الجزائري. نروح للمنتخب المصري. المنتخب المصري يعني كي نتحدثوا نقولوا المنتخب المصري رايح يجي مباشرة الأذهان محمد صلاح. محمد صلاح يلعب بطريقة رائعة، هو لاعب عالمي ويقدر يعني يفيد المنتخب ديالو. كما قلت يوجد العديد من اللاعبين في المنتخب المصري اللي يقدروا يساعدوا المنتخب المصري ويقدم بطولة رائعة ويتقدم يعني في المستوى ديالو في هذه البطولة. المنتخب المصري منتخب قوي جدا، عنده 7 بطولات في كأس إفريقيا. هذا الشيء اللي رايح يساعده، يعني عنده خبرة في كأس، سواء في كأس العالم أو في كأس إفريقيا. المنتخب المصري لما لا يقدر يقدم مستوى جيد في البطولة بالتوفيق للمنتخب المصري الشقيق. نروح الآن للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي اللي قدم في بطولة كأس العالم 2022 مستوى رائع، فاز على منتخب الأرجنتين. المنتخب السعودي يعني نحى عقدة أنه منتخب عربي ما يقدرش يفوز على منتخب الأرجنتين. المنتخب السعودي فاز على منتخب الأرجنتين يعني وقدم مباراة رائعة، لكن مع الأسف أنه لم يتأهل للدور الثاني. إن شاء الله هذه المرة عندهم خبرة، يعني من 2022 إن شاء الله يكونوا خذاو الخبرة الكافية، وإن شاء الله يقدموا مستوى رائع في هذه النسخة من كأس العالم. نروح الآن المنتخب الأردني والمنتخب العراقي. لأول مرة يطلعوا لكأس العالم، ليس لديهم خبرة في كأس العالم، لكن لديهم خبرة يعني في البطولات في قارة آسيا. عندهم خبرة، لعبوا مباريات ولعبوا وديات يعني كثيرة. إن شاء الله يعني يقدموا مستوى رائع. وما ننسوش أنه المنتخب الأردني هو وصيف آسيا، يعني يقدر أنه يقدم مستوى رائع في كأس العالم، ولما لا هم داخلين بعزيمة كبيرة وداخلين بقوة لهذه البطولة باش يشرفوا آسيا ويشرفوا كذلك منتخب بلادهم. وكذلك المنتخب العراقي يعني منتخب ذو مستوى، يعني
ولا يوجد منتخب يعني ما عندوش مستوى. منتخب عراقي ذو مستوى إن شاء الله يقدم يعني مستوى رائع في كأس العالم. وانتم في نظركم في أي منتخب عربي من هذه المنتخبات اللي ذكرتهم، المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، المنتخب المصري، المنتخب السعودي، والمنتخب الأردني، وكذلك المنتخب العراقي، أي من هذه المنتخبات اللي تقدر تفاجئ الجمهور العربي العاشق لكرة القدم، أي منتخب يقدر يفاجئنا ويقدم مستوى رائع في كأس العالم؟ بالتوفيق لكل المنتخبات العربية، وحنا نتمنى أنه دائما المنتخبات العربية تقدم مستوى أفضل وأفضل، ودائما تبين أنه العالم العربي عنده منتخبات ويعرف يلعب كرة. بالتوفيق لكل المنتخبات، وإن شاء الله يعني يقدموا مستوى مشرف للكرة العربية. خلونا آرائكم في التعليقات عن من المنتخبات العربية ستقدم الأفضل، وشكون اللي ترشحوها أنه يعني تستمر في كأس العالم، وشكون اللي حتطول في كأس العالم. بالتوفيق لكل المنتخبات العربية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتخليونا زر لايك، وشكرا لكم.